اسمع لحضراتكم فيديو انا قعدت اسمعه في نص ساعة، لكن هلخصه لحضراتكم في دقايق معدودة. وكان ممكن ان انا اعمل سكرينة بالصوت وبالصورة، لكن ما احبش ان انا اعمل كده. انا احكي بس القصة علشان ناخد منها النصيحة والعبرة. قال لها المكالمة مذاعة على الهوا. قالت له مفيش مشاكل يا فندم. قال لها طب ممكن اسم حضرتك؟ تحب تقولي اسمك؟ قالت له لا بلاش. تعالوا نسمع القصة ديت من الزوجة اللي بتحكي عن جوزها بيعمل ايه مع عمه، ويا ترى اللي هو كان بيعمله ده صح ولا غلط. تعالوا نسمع القصة من الأول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هي عندها 35 سنة، متجوزة من 10 سنين. بتحكي وبتقول أنا جوزي بيصرف على أمه وعلى أبوه كتير، عامل لهم مصروف أسبوعي، بالرغم إن هم مبسوطين وزي الفل ومش محتاجين أي حاجة، ولكن هم بيستغلوه ماديا. فسألها وبيقول لها طيب هل هو بخيل عليكي؟ معوزك اي حاجة؟ قالت لا خالص، مش معوزني اي حاجة، لا انا ولا عيالي. الحاجة قبل ما بطلبها بتجيلي. طيب اما انت مشكلتك ان هو بيدي لامه؟ قالت اصل هم بيستغلوه ماديا، اصل هو عامل لهم مصروف اسبوعي، اصل هو رايح جاي عليهم وبيديهم في فلوس. طيب يعني انت دلوقتي متضايقة علشان خاطر هو بيديهم فلوس؟ طبعا انا متضايقه، وربنا اللي يعلم بيا، وانا نفسيتي يعني انا تعبانه جدا من الموضوع ده. رايح جاي على امه وعلى ابوه وبيديهم فلوس وهم بيستغلوه وعامل لهم مصروف اسبوعي. يا شيخه حرام عليك، ده انت بتقولي انه هو مش معوزك حاجه، لا انت ولا عيالك. ده الكرم اللي هو فيه والرضا اللي هو فيه والرزق اللي هو فيه علشان خاطر هو بيبر امه وابوه. ليه ما تقوليش ان ربنا سبحانه وتعالى بيوسع في رزقه علشان خاطر هو بار لامه والابوه؟ ده انت المفروض انك انت تفرحي بزوج زي ده يكون قدوة لعيالك. ده انت تدعي ربنا ان عيالك يطلعوا زيه، تدعي ربنا ان عيالك يطلعوا زي ابوهم، يبروكوا لما تكبروا. هنا هي قالت صح، عندك حق، انا غلطانه، برغم ان كانت في الاول قال لها انت كده غلطانه. قالت له غلطانه ليه؟ ده بقول لك رايح جاي عليهم بفلوس. اعترفت وقالت ايوه صح انا غلطانه طبعا، لانك انت بصه للقرش اللي هو بيديه لامه وابوه. ده الخير اللي هو فيه ده كله بفضل ربنا عز وجل، ان ربنا موسع في رزقه علشان خاطر هو بيبر امه وبيبر ابوه. مالكيش دعوه بقى اذا كان ان هم مبسوطين مش مبسوطين، انت مالكيش دعوه ان هو يدي لامه وابوه، بدل ما هو اصلا مش معوزك اي حاجه ولا معوز بيته حاجه. المفروض ان انت تشجعيه على ان هو راجل بر بامه وابوه، وانك انت تقول لولادك بصوا بابا بيعمل ايه مع مامته ومع باباه، بصوا بابا كويس ازاي مع باباه ومع مامته. مش ان انت تزعلي وتقعدي تاكلي في نفسك ومتضايقه ان هو بيدي حماتك. ولكن هنقول ايه غير لله الامر من قبل ومن بعد. الواقعه ديت لما تيجي تسمعها طبعا هتاخد منك نص ساعه لما تيجي تسمعها، لكن انا لخصتها لكم في مده قليله علشان خاطر اسمعك ان في بعض الناس وبعض الستات بيبقى نفسيتهم يعني تجاه الحما مش كويسة خالص. هي زعلانة قوي وبتقف في نفسها ومتضايقة ان هو بيدي اهله فلوس. لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.